السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. بصوا بقى يا كتاكيتي، انا النهارده جبت كيلو البتنجان ده، بس ولا هقليه يعني ولا هعمله كده بالخل والثوم ولا هعمله مسقعه، لا انا هعمله بطريقه عجبتني قوي، شفتها في مطعم بتاع سمك، عجبتني وطعمه كان تحفه. فانا قلت ايه والله هعملها، بس قلت ايه لازم بقى ايه اصورها كده عشان خاطر الناس اللي بيحبوا البتنجان، او مثلا بتعمل بتنجان بس عايزه تعمليه بطريقه جديده وحلوه. خليكي معايا لنهايه الفيديو، هتاكلي احلى بتنجان بانيه. عارفه انت الفراخ البانيه دي، البتنجان ده هيبقى احلى منها، والله العظيم بقول لك كده، لان انا لما اكلته طعمه تحفه تحفه تحفه. شوفوا يا كتاكيتي، انا همسك البتنجانيه هقشرها كده، عيني القشره اللي فوق دي عشان القشره دي ملهاش لازمه خالص، لان الطريقه بتاعته مش هتبقى محتاجه ان يكون فيها ايه القشره دي، بس هخلي الحته اللي قدام الخضره دي عشان دي اللي ايه همسكه. بس هقول لكم ايه، خليكم معايا وانتوا هتعرفوا. بصوا اتقشره همت، شايفين؟ وانا مخليه الحته الخضراء اللي فوق دي، هاجي ماسكه بقى ايه البتنجانيه كده مقطعاها ايه مقطعه كده على 6، بس سايباها برضو شبكه في الحته الخضراء اللي فوق، شايفين اهي؟ هسيبها كده بقى ايه شبكه كده في الحته اللي فوق، بس صدقوني طعمه تحفه تحفه تحفه. للي اول مره بيشوفني ما ينساش يشترك في القناه، وما تنسيش اللايك الجميل، ولو ربنا قدركم يا كتاكيتي على دعوه حلوه ادعولي، ما قدركمش على دعوه حلوه كفايه عليا اللايك، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، انا بعد ما اخلصهم كده اهمت، الطريقه دي حلوه قوي يا جماعه، بتتاكل مع السمك، سواء بقى مشوي مقلي، بدل ما دايما بنعمل مسقعه بالخل والثوم، لا الطريقه ديت جميله جدا والله العظيم. بص هولع على البوتاجاز واحط بقى ايه 3/4 الحله دي ميه، بس الوصفه دي بتبقى عاوزه التوابل لازم تكون كتيره، يعني تحطي ملح ان عشان خاطر يبقى اللحم كده بتاع البتنجان دوت يشرب من الملح كده عشان ما يبقاش عادي، لازم لازم لازم. بصوا الميه غليت اهي وانا حاطه فيها ملح، هاجي ماسكاها كده واجي ايه حطاهم فيها، هحطهم كده عشان خاطر ان هم ياخدوا مش هيستوي يا دوب لمده كده ايه 10 دقايق، وان هو كمان اللحم يشرب من الماء، يعني ايه اللحم كده يتملح وياخد سوا بسيط جدا. وهقول لكم ليه، اللي لسه بقى ايه اللي لسه النهارده كده هتعمل سمك وتقول ايه انا اعمل معاها مسقعه، لا قومي اعملي الوصفه دي وهتعجبكم قوي قوي قوي. انا دلوقتي حاطاه كده كتاكيتي خلاص اهو، بقى ايه حسيت ان هو طرى شويه، هكون بقى محضره مصفى كتاكيتي واجي احطهم كده فيها، اشيلهم كده من على النار واحطهم بقى كده، لان ايه لازم يتحطوا في مصفى ويستنوا لما يبردوا، يعني سيبيهم كده نص ساعه لما تبرد خالص خالص خالص. هتقولي لي ليه؟ هقول لك خليكي معايا للاخر وهتعرفي ليه. بصوا اهو سخنين، اهم حطيتهم في مصفى، هسيبهم بقى ايه هسيبهم كده كتاكيتي قيمه نص ساعه ماشي، وبعد كده بقى ايه هرجع لكم تاني بعد النص ساعه عشان اقول لكم ايه اللي هنعمله فيه، هيبقى عامل زي البانيه بالظبط. شوفوا النص ساعه عدت بسرعه على فكره. بصوا اهو برد خالص ماشي. ادي بقى دي ايه معلقتين دقيق، معلقتين بقسماط، معلقه كبيره بابريكا، يا رب اكون بنطقها صح، ده نوع التوابل الوحيد مش عارفه ليه اللي انا بغلط كل ما بنطقه، بس هو باين قدام منكم طبعا ماشي. هاجي مقلباهم كده على بعض، معلقتين الدقيق مع معلقتين البقسماط مع معلقه البابريكا، وهاجي حطاهم في الطبق كأني بعمل فراخ بانيه بالظبط، بس دي طعمه تحفه 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 تحفه، مش قادره اقول لكم على جماله. انا من لما اكلته وعجبني قلت لازم ايه اعمله في البيت، كان طعمه جميل وريحته كمان كانت حلوه قوي. خليكم بقى كده معايا كتاكيتي وركزوا كده عشان اللي لسه ما عملتش ايه تعمل غدا. نسيت اقول لكم دي معلقه كزبره ناشفه، شوفوا كنت هنسى والله العظيم، دي معلقه كزبره ناشفه
بتخليه كده هو بعد ما بخلص كده وبعد ما بيتقلب بيبقى ريحته حلوه، بتخلي كده ريحه جميله كده. كنت هنساها والله. يلا بصوا انا بقلبه كويس. في حاجه تانية عشان انا مسحتها وانا بمنتج الصراحه، في معلقه ملح تتحط ماشي، بس انا بصراحه يعني وانا بمنتج مسحت الحته دي، فانا حبيت اقولها لكم لحسن واحده فيكم تعملوا يطلع عادي جوزها يعمل لها مشكله تزعل مني انا. وادي بيضايه، البيضايه دي بقى هحط عليها ايه، معلقه فلفل اسود للناس اللي بتحب الفلفل الاسود كتير. اللي مش بيحبوا فلفل اسود كتير ممكن تحطي نطره صغيره، بس احنا هنا في البيت بنحبه فلفل اسود كتير. وهنحط ايه معلقه برضو صغيره ملح، عشان البتنجان ده لو التوابل فيه ما تبلش كويس مش هيبقى ليه طعم ولا ليه ريحه، وهتعرفوا ليه دلوقتي. بص هقلبه كده كأني بقلي بانيه بالظبط يا كتاكيتي، كأني كده ايه هعمل فراخ بانيه. بصوا بس هو طعمه تحس ان هو ايه حاجه جديده، حاجه مختلفه، غير لما بنبقى عاملين سمك نبقى عاملين شويه مسقعه او قاليين البتنجان كده بخل وثوم وقاعدين واكلينه. لا دي طريقه جديده، ومش ان هي جديده وبس، ده هي جديده ولذيذه. عشان كده انا قلت لازم اعملها واصورها لكم، واللي لسه ما قامتش عملت اكلها بالشطه كده تقوم كده ايه تعمل الطريقه دي. مش عاوزه منكم الا دعوه حلوه بس واللايك طبعا. بص انا هحطها كده، ببقى ماسكاها طبعا من الحته الخضراء اللي انا سبتها دي اهي، هحطها في البيض واحطها بقى ايه في البقسماط والدقيق والبابريكا والحاجات دي، كأني بقى لي بانيه بالظبط. بس ديت لازم اشربها من البقسماط والدقيق، عشان ان هي ما تبقاش في حته ايه ما اتعملتش، عشان ده بيفرق في الطعم بتاعه. فلازم يعني ايه وانتي بتعمليه كده ايه يكون عندك طولة بال كده وضمير بقى، يعني حطي عشان ده في الاخر هيفرق في الطعم. لما هتاكليه هتدعيلي. برضو التانية اهي ماسكاها من الحته الخضراء اللي فوق دي، وبحطها كده في البيض اللي انا متبلاه واحطها. بس صدقوني طعمها جميل وحاجه جديده. اصلا احلى حاجه ان الواحد يجدد في الاكل، بيبقى هو مثلا البتنجان بس ممكن تعمليه بكذا طريقه. مثلا بتعملي صينيه بطاطس، ممكن هي صينيه البطاطس بس بتتعمل بطريقه مختلفه. التجديد في الاكل بيبقى تحسي كده ان ايه مفيش ملل مفيش روتين، لا الواحد بيجدد في الاكل بتاعه. وكلنا بنحب التجديد في كل حاجه والله العظيم، مش في الاكل بس. بص انا خلصتهم اهمت خلاص، هما كده هاجي بقى ايه ركناهم كده على جنب، وجايبه الطاسه دي اللي موجوده في بيوتنا كلها. عارفين الطاسه بتاعت الآلية دي؟ انسي ان واحده فيكم تكون بتتفرج عليا ما عندهمش الطاسه دي. واجي حاطه فيها الزيت بقى لما يقدح قوي، واجي منزلها من فوق. عرفتوا بقى الحتتين الخضر اللي فوق دول كانوا مهمين ليه اللي انا ما اشيلهمش؟ على فكره انا لما اكلته كده في مطعم اتعمدت اسال هم ليه سايبين دول، يعني اتعمدت اسال ليه، فعرفت بقى هم دول ليه ما اتقطعوش وليه ما اتشالوش منها. هقليه بقى كده كاني بقلي بانيه. وانت بقى بتقلي كده مع التوابل اللي انت حطيتيها، واوعي تحطي توابل شويه. الوصفه دي بتبقى عاوزه توابل ان انت يعني ايه تحطي التوابل، تحطي ملحك صح ان البتنجان لازم يشرب من الملح، تحطي التوابل بتاعتك صح، تتبلي الدقيق مع الفيجيتار مع البابريكا، لازم تكون متبله. ولازم تكوني جايبه صينيه حتى عليها منديلين كده ورق عشان يشربوا الزيت، عشان لما تيجي تاكليه ما تحسيش ان هو ايه يعني زي ما ساعات احنا يا جماعه بنقلوا بطاطس مثلا كده، او ساعات البانيه برضو بنحطه كده، فمش قصه يعني. انا بس حبيت اقولها لكم يعني ايه لاي واحده كده ايه لسه عروسه لسه بتتعلم في المطبخ، اي كتكوته لسه متجوزه يعني. بصوا اهي، والبابريكا بقى بصوا مش قادره اقول لكم بقى على الريحه دلوقتي، لان الكزبره الناشفه بتخلي في ريحه كده وهو بيتقلق جميله. هي الوصفه دي كلها معتمده على التوابل ان هي تكون صح، وحطي فيها توابل صح هتلاقي احلى طعم. بصوا ما اقولكوش بقى على اللي واقفين ورايا مستنيين نخلص عشان ياكلوا.
بصوا اهوت طلعت اول واحده، ولازم اصفيها كويس واكون حاطه حاجه عليها من دلوقتي اهي. بس طعمها وريحتها تحفه تحفه تحفه. على فكره الزيت احمر كده من بدري عشان بس ايه اي حد ممكن يقول ايه ده هو الزيت عامل كده ليه؟ لا هو الاول لما حطيت فيه كده البابريكا هي اللي غيرت ايه لونه. بس بصوا عامل ازاي كانه فراخ بانيه والله العظيم، وطعمه تحفه. ده بقى مع سمك مشوي، سمك مقلي، في صينيه. على فكره ممكن يتاكل مع شويه طحينه وحبه سلطه وخلاص. يعني مش شرط انك تعملي الوصفه دي كمان. يعني انا من رايي انا لما هاكلها مش شرط ان انا اعمل معاها سمك، انا ممكن اعملها كده وحبه سلطه طحينه كده بسلطه خضراء وتتاكل عادي، عشان دي بتتاكل بالعيش. يعني دي كده نص رغيف عيش كده، مش قادره اقول لكم. يعني انا بصوا اللي واقفين ورايا، استنى هشيل دي كده ماشي، كل واحد ماسك رغيف عيش عاوز ياخد له اكله. بصوا استنوا بس انا بوري لكم منظره عامل ازاي، والله عامل زي الفراخ البانيه بالظبط. استنوا بقى اجيب لكم ايه، اجيب انا كمان. استنى هاخد لقمه عيش كده من اللي مع الولا بيدو اهي. استنى واقف ورايا بس في الرغيف. بصوا الجمال بقى ما اقولكوش على حلاوتها. دي اضعف الايمان. لو انت مش عايزه تعملي حاجه خالص ممكن تعمليها وتعملي من جنبها حبه سلطه طحينه وسلطه خضراء. بس انا لما يوم ما اكلتها مع سمك صراحه، يعني اكلتها مع سمك وطعمها عجبني. ما تنسوش بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين. ومعلش الفيديو ده لو نزل متاخر عشان النت عندنا ضعيف شويه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل لكم كله خير وسعاده وهنا يا رب. سلام.